أمة درهم ودينار، أمة يورو ودولار، أمة المخدر والسكران، أمة الطبل والمزمار، أمة هلا بالخميس والنسوان، أمة الخزي والعار، أمة التخلي والشنار، أمة ليس لها قرار. نعم ليس لها قرار. أمة المليار، من الذي يحركها اليوم؟ يحركها كل تافه وسخيف، تحركها كرة منفوخة، ولا تحركها أمة مذبوحة. يحركها للأسف لاعب كرة يركض خلف كرته، ويركض العالم بنظره حيث قدمه. تحركه راقصة تهز بخصرها فيهتز معها العالم من أقصاه إلى أقصاه، والرجال قبل النساء والكبار قبل الصغار. يحركهم مغني بأغاني تافهة فيتهافت عليه الملايين ويحصد ما في جيوبهم، وخاصة في هذا الوقت. أي أمة مليار؟ مليار دين علينا لربنا، مليار كابوس فوق رأسنا. ما فائدة المليار إذا كنا غثاء كغثاء السيل، نبيع ديننا بعرض من الدنيا؟ ما فائدة هذا المليار؟ بربكم إذا تنكت بيبسي مش قادرين نتخلص منها نصرة لإخواننا في غزة. شبابنا أي قضية اليوم يحملون؟ وحلم الواحد منهم أن يلتقط صورة مع ميسي أو مع رونالدو أو مع عمرو دياب، وأخذتهم الحبوب والمخدرات. أمة المليار اليوم فيها زنا، فيها ربا، فيها غش، فيها نصب، فيها احتيال، فيها خمر، فيها حبوب، فيها ظلم، فيها أكل لحقوق الناس، فيها أكل لأموال الأيتام، فيها تضييع للصلوات، فيها تضييع للجمعة والجمعات. ثم نقول بعد هذا: لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا شيخنا لا ينصرنا الله؟ كيف ينصرنا الله ونحن على هذا الحال؟ بربكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف ينصرنا الله واجتاحنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت؟ اجتاحنا هذا الوهن، فنقول: كيف تغيرت عندنا المعادلات حتى أصبح المليون أكثر من المليار؟ وأكبر دليل على ذلك 2 مليون في غزة منذ أشهر يدافعون ويكافحون وينافحون عن شرف وكرامة 2 مليار مسلم في كل أقطار الأرض. والله يا أهل غزة صعبت عليكم.